السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مدار الأخبار. بعد الهجمات المتتالية من طرف الذباب الإلكتروني الجزائري، عرفت القناة سقطة غير مسبوقة، ولهذا نرجو منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وإضافة تعليق. نشرت الجريدة الجزائرية مقالا بعنوان عصابات البوليساريو أصبحت رهان إيران في شمال إفريقيا والساحل بعد تراجع حزب الله والحوثيين. سلط تقرير نشرته صحيفة ديليفري تيليغراف البريطانية الضوء على علاقة إيران بعدد من الميليشيات والفاعلين غير الرسميين المنتشرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمنهم جبهة البوليساريو الانفصالية. وأورد التقرير المنشور بتاريخ 1 يونيو 2025 أن تراجع قدرات إيران عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية وتدمير جزء كبير من إمكانياتها العسكرية وتحييد قدر مهم من صواريخها البالستية قد يدفع طهران إلى المراهنة على جهات جديدة وأقل شهرة دوليا، وعلى رأسها جبهة البوليساريو بعد تراجع دور حزب الله في لبنان وقدرات الحوثيين في اليمن. ويصف التقرير جبهة البوليساريو بأنها ميليشيات ماركسية مدعومة من طرف إيران وحزب الله تنفذ هجمات ضد المغرب تحت شعار تحرير الصحراء. كما أشار التقرير إلى أن قيادة البوليساريو سبق أن أبدت تضامنا إيديولوجيا مع محور المقاومة بقيادة إيران. ويضيف المصدر أن جبهة البوليساريو حصلت على دعم صاروخي ولوجستي من إيران لعدة سنوات، مشيرا إلى هجوم استهدف الأسبوع الماضي مدنيين قرب موقع تابع للأمم المتحدة في المغرب. الصحيفة ذكرت أيضا أنه تم إحباط مخطط لاستهداف مكتب الاتصالات الإسرائيلي في المغرب وسط مخاوف من أن تكون مصالح بريطانيا في المنطقة من بين أهداف الجبهة مستقبلا، ضمن ما وصفه التقرير بتحالف الإرهاب المتزايد بين إيران وحلفائها. وخلص التقرير إلى أن الوقت قد حان لكي يتخذ الغرب موقفا حازما، مشيرا إلى أن الكونغرس الأمريكي بدأ بالفعل إجراءات تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، داعيا بريطانيا إلى أن تحدو حدوه دعما للمغرب ولخطة الحكم الذاتي التي سبق وأن أيدتها ومن أجل حماية مصالحها الأمنية في المنطقة.